السلام عليكم واهلا بكم في اولى حلقات كشف المستور. كل السر وليه حكايه، وفي كشف المستور هنكشف لكم الاسرار ونروي الحكايات المجهوله. خليكم معانا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. والجواز عموما ميثاق غليظ. الكلام ده بيبين أهمية العلاقة بين الزوجين، وقد إيه التفاهم والود والحب هما أساس الجواز. لكن للأسف كمية الجرائم والحوادث اللي بتحصل بين الزوج وزوجته كتيرة جدا، أكتر حتى من قدرة الواحد على الاستيعاب. إزاي واحد وواحدة نايمين مع بعض في بيت واحد وبياكلوا من طبق واحد وحاسين ببعض وعايشين مع بعض، إزاي واحد فيهم يقدر يقتل التاني؟ الحقيقة الموضوع مربك جدا ومرعب قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. حادث النهاردة واحد من الحوادث الزوجية، الزوج فيها قتل زوجته، ومش قتلها بالغلط أو وسط خناقة مثلا، لا ده قتلها وهو قاصد ومخطط لكل حاجة. حادث النهاردة من الغردقة في البحر الأحمر. يلا بينا بقى نحكي ونبدأ من الأول علشان نعرف أصل الحكاية. شاب أردني عنده 36 سنة قرر إنه ينقل إقامته من الأردن لمصر، لأنه كان شغال في مجال المساج الصيني وكان شاطر فيه جدا، والمجال ده بيجذب السياح أكتر من الناس العادية. فقرر فراس إنه يسيب الأردن ويجي محافظة البحر الأحمر، لأن المحافظة سياحية وهيلاقي فيها شغل أكتر من أي محافظة سكنية تانية سواء في الأردن أو في مصر. المهم فراس جاب مراته الأردنية وابنه الصغير وجم على الغردقة، وهناك أجر شقة كويسة في شارع شيراتون اللي معروف بالشقق اللي إيجارها بيكون تكلفتها أقل من المناطق التانية. ولأنه ناوي يطول فدور على شقة بإيجار شهري مش يومي. وبعد فترة بسيطة دور على مكان ينفع إنه يكون مركز للمساج الصيني، وبيقول كمان إنه بعد ما لقى المركز ده وجاهز وفتحه اتجوز من بنت صينية علشان تدير له الشغل وتدي كمان مصداقية أكتر للمكان. المهم إن المركز اتشهر واشتغل كويس جدا، لدرجة إن فراس عيشته ارتاحت جدا والفلوس جريت في ايده. وهنا فراس قرر انه لازم يتجوز زوجة تانية وتكون مصرية. وفعلا قابل ياسمين فوزي واللي كانت عندها 21 سنة، وهي كمان كانت بتشتغل في السياحة وكانت شاطرة جدا في شغلها وشخصيتها قوية وناجحة. اعجب بيها فراس جدا، وبعد فترة تعارف عرف ان هي مش مرتبطة ولا سبق ليها التعارف مع حد قبل كده. ولما اتأكد من ان مفيش اي حد في حياتها، وبالرغم من ان فترة التعارف ما كانتش كبيرة، الا انه قرر يعرض عليها الجواز. وافقت ياسمين طبعا، لكنها اشترطت عليه انه لازم يروح يقابل باباها ويطلبها منه. فراس طبعا ما كدبش خبر وراح فورا وقابل الاب، لكن الاب كان عنده تحفظ ان فراس متجوز وكمان اكبر منها في السن. لكن ياسمين كانت متمسكة بيه جدا ومبسوطة، وفضلت تقنع ابوها ان جوازها من فراس ده هيساعدها جدا. وقالت لابوها انه محترم ومادياته كويسة، والاهم انه بيحبها، وانها مش فارق معاها انه متجوز واحدة تانية، خصوصا ان فراس قال لهم انه مش سعيد ابدا مع مراته وانه بس باقي عليها علشان ابنها الصغير. المهم بعد الحاح كتير من ياسمين وافق الاب، لكن طبعا خوفه على بنته وخصوصا انها تتجوز واحد اجنبي. لكنه ساعتها حط شروط صعبة، كتب قايمة كبيرة جدا وخلى كمان فراس يمضي على وصل امانة، والمبلغ كان كبير جدا وصل ل1,000,000 جنيه. وفراس وافق ورحب بالموضوع جدا، لانه حسب كلامه هو فعلا كان بيحب ياسمين وكمان متمسك بيها قوي. وكمان فراس كان متأكد انه مش هيطلق ياسمين ابدا. المهم انهم عملوا فرح كبير وكتبوا الكتاب، وكانت ياسمين مبسوطة جدا. وطبعا في كتب الكتاب المأذون قال البنت البكر الرشيد والاب قال موافق. لكن يوم الدخلة وحسب كلام فراس اكتشف ساعتها ان العروسة مش بنت بنوت، ولما سأل البنت انكرت وقالت انه هو اول حد في حياتها. فراس طبعا ما صدقهاش، وبدل ما الاول يروح لدكتور علشان يطمن من الكلام ده قرر ساعتها انه يطلقها. طبعا ياسمين انهارت ورفضت انها تتطلق وقالت ان انت ظالمني. لكن للاسف فراس كان اخذ القرار، ولانها متمسكه بيه وهتكون فضيحه كبيره قوي لو طلقها، والناس هتصدق كل اللي بيتقال عنها. هددته ساعتها لو طلقها هتسجنه بالقايمه ووصل الامانه لماضيه، وانها كمان هتقتل مراته وابنه وهتخرب بيته. ياسمين كانت شخصيتها قويه وواثقه من نفسها جدا بالرغم من ان سنها صغير، وفراس كان شخص اجنبي وحده في مصر، علشان كده صدق تهديداتها وخاف. وبدل ما يدور ويتاكد الاول اذا كانت بريئه، لكنه قرر يخلص عليها. سكت فراس وما بقاش يتكلم في موضوع الطلاق ده علشان يهدي الدنيا،
وبعد كام اسبوع بس ياسمين راحت علشان تزور اهلها. استغل ساعتها فراس الفرصة ونزل جاب برميل معدن وكمية كبيرة من مية النار، وكمان طلع شكارة اسمنت وشكارة رملة، وقال لاصحاب البيت انه قرر يغير سيراميك الحمام على حسابه. طبعا محدش شك فيه، بالعكس الراجل رحب بالموضوع جدا وخلى كمان البواب يساعده. المهم انه ملأ البرميل المعدني بمية النار بكميات كبيرة جدا، واستنى لما ياسمين رجعت من عند اهلها. خنقها ساعتها لحد ما ماتت في ايده، وراح مقطعها لأجزاء صغيرة ورميها في مية النار اللي في البرميل. وبعد ما اتأكد ان مية النار بدأت تسيح جسمها، جاب الأسمنت والرمل وسد بيهم البرميل. وفي يوم فراس اتصل بالأهل يسألهم هي ليه ياسمين ما رجعتش من عندهم لحد دلوقتي. الأهل طبعا قلقوا جدا وقالوا له ان ياسمين مشيت من عندهم وراحت البيت، ولازم تكون وصلت البيت عندك من بدري. ومثل فراس انه مخضوض جدا على مراته، وبدأوا يدوروا على ياسمين. وعدى يوم كامل وياسمين برضه ما ظهرتش، وطلع ساعتها الأهل والزوج على الشرطة وعملوا محضر تغيب، وكمان فراس قلب الدنيا عليها. الراجل كان هيتجنن على مراته بشهادة كل اللي شافوه وقتها، وهو حرفيا كان بيدور زي المجنون في كل حتة. لكن لما عدى شهر واتنين وتلاتة وهي ما ظهرتش، فراس ساعتها قرر انه ينقل لاسكندريه ويسيب مركز المساج لمراته الصينيه. وقفل ساعتها فراس شقته اللي كان متجوز فيها ياسمين، وقفل كمان الشقه بتاعت مراته الاولانيه وسافر اسكندريه. وكمان غير رقم تليفونه وما دفعش الايجار اللي كان عليه في الشقه اللي كان متجوز فيها ياسمين. وغاب فراس شهر واتنين وتلاته، وصل الموضوع لسنه كامله ومفيش منه لا حس ولا خبر، ولا كمان اصحاب البيت عرفوا يوصلوا له. وفي النهاية الراجل صاحب الشقة قرر انه يرفع قضية مستعجلة واتحكم له فيها بانه يسترد الشقة. وفعلا الراجل خد الحكم وكسر الباب ودخل شقته اللي كانت سليمة جدا وما فيهاش اي حاجة، لكن في الحمام كان فيه برميل معدني كبير جدا ومسدود بأسمنت. حاول الراجل انه يفتح البرميل ده، لكن للأسف فتحه كان صعب جدا، وكمان كانت ريحته بشعة جدا. الراجل ساعتها قلق وحس ان في حاجة مش مظبوطة ابدا، خصوصا مع كمية ازايز مية النار اللي لقاها فاضية في الحمام. اتصل ساعتها بالشرطة وبلغ بالبرميل، وبلغ كمان بالريحة البشعة اللي طالعة منه. وقال كمان ان صاحب الشقة ده كانت مراته مختفية وهما بيدوروا عليها بقالهم شهور طويلة. جت الشرطة وحاولوا يكسروا البرميل لكن بدون اي فايدة. الاسمنت كان سادد فتحة البرميل تماما، علشان كده كسروا البرميل من تحت علشان يتفاجئوا بالمصيبة اللي جواه. اولا الريحة كانت صعبة جدا جدا، وجوه البرميل ما كانش باقي اي حاجة من جثة ياسمين غير الجمجمة وبس. مية النار كانت دوبت كل حاجة جواها، خصوصا ان عدى على الموضوع ده اكتر من سنة ونص. طبعا لما البوليس طلع الجمجمة اكتشفوا انها جمجمة ياسمين، لكن كان لازم يتأكدوا وبعتوا الجمجمة للطب الشرعي، واللي يتأكدوا فعلا انها جمجمة الزوجة اللي مختفية من سنة ونص. بلغ البوليس ساعتها اهل ياسمين اللي اتصدموا جدا. فراس كان كويس جدا معاهم وكان بيحب بنتهم، وطول السنة اللي فاتت اللي عدت دي كانوا متأكدين ان بنتهم طفشت، وكانوا بيتعاملوا ان فراس يا عيني زوج مظلوم، بنتهم ظلمته وطفشت وسابته. خصوصا ان فراس كان اكتر واحد متوتر وقلقان عليها جدا، وكان بيدور اكتر منهم وكان هيموت من القلق عليهم. دول حتى ما اهتموش نهائي بتهمة اختفاء بنتهم، علشان كده وجود الجثة في البيت ده بالذات كانت صدمة كبيرة للكل. يعني فراس كان قتلها وجثتها موجودة في البيت، ونزل كمان يدور معاهم، ونزل عياط وتمثيل قدام كل اللي موجودين. طبعا لأن فراس مختفي بقاله شهور طويلة ومحدش يعرف أراضيه فين، استعانت ساعتها الشرطة المصرية بالسفارة الأردنية وأطلعتهم على كل التفاصيل بالكامل. طبعا السفارة الأردنية أبدت تعاون كبير جدا مع الشرطة المصرية، وقدروا تحديدا يحددوا مكان فراس فين في اسكندرية. وطبعا الشرطة وصلت له وبدأت التحقيقات معاه. فراس في التحقيقات كان منهار تماما، وقال في التحقيقات انه ما كانش عاوز يقتلها ابدا وانه كان بيحبها. فضل يردد كتير قوي انه بيحبها ومش عاوزها تموت ابدا، لكن اتصدم انه ما لهاش بنت بنوت، وحس كمان انها خدعته وضحكت عليه، وانه كراجل عربي ما كانش قادر يتجاوز الموضوع ده بسهوله، وخصوصا انها ما صرحتوش من الاول. علشان كده طلب منها انهم ينفصلوا ويتطلقوا بالمعروف، لكن اتفاجئ ان ياسمين رفضت ده وفضلت تهدده بالحبس وبانها تقتل مراته وابنه. وهو كان عارف ان شخصيتها قويه وتقدر فعلا تنفذ كلامها، وهو بصراحه خاف لان هنا في مصر بعيد عن اهله وعزوته، علشان كده قرر انه يتخلص منها بان هو يقتلها. طبعا كلام فراس ناقصه كتير جدا، لان اولا ياسمين مش موجودة في الدنيا علشان يتأكد منها من صحة كل الكلام ده، ولا حتى جثتها موجودة علشان الطب الشرعي يأكد كلامه من عدمه. ده غير كده ان اهلها اكدوا انها عمرها ما كانت متجوزة
ولا كان ليها علاقة قبل كده بحد، وإنها كانت بنت محترمة ومتربية وملهاش في أي غلط. كمان كل اللي اشتغلوا معاها أكدوا النقطة دي بإنها محترمة. وثانيا إن فراس كمان مرجعش لأهلها ولا قال إن البنت مش بكر أو بكر، ولا طلب منهم الطلاق ده. كلامه كله مع ياسمين، وللأسف لما فشل في التفاوض معاها قتلها. لكن للأسف جزء كبير جدا مفقود من الحدوتة بسبب موت ياسمين. القضاء ساعتها ما كانش قدامه حل غير انه يصدق قصة فراس، وخصوصا كمان ان الاهل قالوا ان فراس كان بيحبها جدا ومتمسك بيها، وكمان وافق بشروطهم اللي كانت صعبة جدا. واتحكم ساعتها على فراس بتهمة قتل ياسمين، واتحكم عليه ب7 سنين سجن. طبعا القتل في الحالات اللي زي دي مش حل ابدا. الزوج ساعتها كان قدامه مليون حل، لكنه قرر يستسهل وقتلها، ولا كمان حاول يتأكد من براءتها، لأن أحيانا كتير بتكون الزوجة بنت بنوت فعلا، لكن ده مش بيبان في الأول، ولا بيأكد الكلام ده غير الدكتور. لكن على الأقل كان قبل ما يعمل كل ده كان عرضها على دكتور. لكن أحيانا الجهل بالشيء وقسوة القلب والبعد عن ربنا طبعا قبل كل ده بيخلي الإنسان يتصرف بدون مخ. وفي النهاية نتمنى ربنا يرحم الزوجة ويظهر براءتها من كلام جوزها لو كانت مظلومة فعلا. وبس كده، أشوفكم على خير. السلام عليكم.